مساء الخير او صباح الخير حسب التوقيت المحلي انت بتشاهد فيه الفيديو دلوقتي. يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك ومتابعة ليصلك كل جديد. ماني وقلة ذوقه مع محمد صلاح، هنتكلم عن الموضوع ده بكل التفاصيل، بس بعد ما نتكلم على مباراة ليفربول وريال مدريد والكوارث اللي حصلت النهارده في ملعب الانفيلد. طبعا حد هيقول لي ايه اللي حصل في ملعب الانفيلد؟ حصل في ملعب الانفيلد كارثة. ريال مدريد غلبت ليفربول 5-2. طبعا يورجن كلوب كان بيشاهد المباراة، بسم الله ما شاء الله، في لعيب انا هموت واقف يعني يا كلوب. ارنولد يعني ايه قصته؟ ده لعيب كل بساطه خطأ، مفيش باصة توحد ربنا، بصاها صح طول الماتش. حتى الباصات لصلاح غلط، بيباصي باصة غلط تروح لفريق ريال مدريد في ثواني، هي نقلتين 3 يبقى الكرة في الجون. تمام. ارنولد بدلت كل التبديلات، الوحيد اللي كان عامل كوارث النهارده ما بدلتوش، مش عارف ليه. طبعا لاعب خط النص بازيتيتش ده اللي هو الموهبة الجديدة، اللاعب ده كويس جدا رائع وله له مستقبل باهر. تمام. مباراة زي دي قوية عليه، ليه تلعبه النهارده؟ الواد يعني مش قادر يسد، حتى ما بيحاول يسد بيدي الكرة صلاح تتقطع تيجي بهجمة بجون. نفس الموضوع زي ارنولد. طب غيرهم من الاتنين، نزل كايتا، نزل منا بدل ارنولد، لا واحد يغير هاندرسون وطلع المهاجمين جاكبو ونونيز ونزل مين؟ فيرمينو وجوتا. طب دول هيعملوا ده لسه راجعين من الاصابه، مباراه قويه جدا وكفايه عليهم المباراه بتاعت نيوكاسل واللي عملوه فيها. يعني اتغير، نزل فيرمينو بدل ايه جاكبو مثلا، اساس يعمل ايه؟ كوره لنونيز لصلاح، يعمل هات وخد مع صلاح كده. لكن انت شلت 2 مهاجمين وحطيت 2 مهاجمين. تمام ماشي. جوتا لسه ما رجعش لمستواه، كنت نازل في منه بس علي بقى يحصل اي نتيجه. اليسون بقى بتاع بطيخ كفته، هو مضيع الفرقه في مطوشه غريبه جدا. تملي دي اخطاء في المباريات المهمه. خلاص يا عم لاعب الحارس التاني، انا كمدرب حارس ما بيأديش كويس خلاص اشيله وانزل واحد تاني، مش هفضل مصمم عليه. طبعا جميز ده فل شمعة منورة، طبعا المدافع ما ينفعش. غيرته فين وفين بعد ما غيرته؟ طبعا فان دايك. تمام. ده راجل ده يشكر بصراحة، راجع من إصابة صعب، الراجل كان شكله تعبان في الماتش، آخر الماتش كان بيباصي وشكله مرهق. طبعا ريال مدريد ما عملتش حاجة، عملت ايه؟ بتاخد الكرة هجمة مرتدة جول، تقفل دفاع كويس، اول ما استلم الكرة هجمة مرتدة نقلتين 3 جول. ليفربول رجع يقطعوها مننا يجيبوا فينا جول. تصدقوا بايه؟ الاهلي كان بيلعب احسن من ليفربول امام ريال مدريد، سيبكوا من الجولين اللي جم في الاخر، بس برضك مش عجباني. الاهلي ساعتها يئس خلاص، الوقت كان خلاص خلص، فكانوا بيلعبوا باستهتار فجم فيهم الجولين زيادة. لكن الاهلي بساط، لمسات، ترقيص قصاد ريال مدريد، ثبات في الملعب دفاعيا وهجوميا كان افضل من ليفربول النهارده. ليفربول لو كانت لعبت زي الاهلي كانت كسبت ريال مدريد بنتيجه كبيره. طبعا احنا مستنيين بقى مباراه العوده، لما نشوف لما يروحوا ساعه ملعب برنابيو هيعملوا ايه. دي كارثه. عارف يعني انت بتلعب ريال مدريد على ارضه، المشكله ده انت هو بيلعب على ارضك مش عارف تعمل حاجه معاه، امال لما تروح تلعب على ارضه محتاج 3 اهداف، يعني 3-0. طبعا هم هيجيبوا في الجون، يبقى انت محتاج تجيب 4-1. يعني هم ما يجيبوا في الجون انت تجيب 4 بقى، يعني تبقى معاك 4 اهداف عشان تحاول ان انت تتأهل. تمام. بقى رب يستر بقى على ليفربول المباراة الجاية. طبعا هو الدوري هيبقى كويس واذا بقى كويس، طبعا مباراة العودة هو كده بنسبة كبيرة يعني ريال مدريد شكله مش هيكمل في دوري ابطال اوروبا، بس يمكن تحصل المعجزة. التملي بتحصل كده حاجات معجزات في دوري الابطال بتاعت اوروبا، وبيحصل برضك ايه ان انت ممكن ترجع تاني وتكسب مباريات وتكمل الادوار التانية اللي جايه. فيا رب تكمل على خير، لان كده ليفربول باي باي. ونفسي اقابل الناس اللي تقول لك يا ريت صلاح يكمل في ليفربول، عشان انا كان نفسي صلاح كان يمشي السنه اللي فاتت يروح ريال مدريد او اي فريق تاني، لان صعب خلاص مش هيقدر يدي اكتر من كده.
والفرق التانية يعني لو كان رايح ريال مدريد كان مع اللعيبة بتاعت ريال مدريد اللي همزة والحطة وخلاص دي اللمسات السريعة، كان صلاح ده كان هيبقى في حتة تانية. تمام، زي كريستيانو رونالدو راح ريال مدريد لعب مع اللمسات السريعة بقى اسمه كريستيانو رونالدو، اسمه سمع اكتر ليه، في لعيبة بتساعده. ليفربول محدش بيساعده. نيجي نتكلم بقى على ماني. يا استاذ ماني، انت دلوقتي رحت بايرن ميونخ ما عملتش ب3 تعريفة، تمام، على عيني وراسي انك بتأدي وبتعمل، ما هو حدش سمع عنك وخلاص الدنيا هديت عليك. انت جاي بتناقش في صلاح عشان نرجع نتكلم والشعب يعمل صيت تاني لماني. طب جاي بتناقش ليه بصلاح؟ خلاص انت راجل رحت احترفت، طلع تقول ان صلاح مش افضل مهاجم، امال مين افضل مهاجم اللي جايب الاهداف دي كلها؟ تاني حاجة هو جناح ماشي بس بيجيب اهداف ويعتبر هداف، وتقول افضل من فيرمينو. اوريجي طبعا مهاجم جامد وخطير واحنا كلنا بنحبه، تمام، لكن فيرمينو برضك لعيب كويس جدا. فيرمينو لو بمزاجه كان خلص مباريات، كان لعب باصات خطيرة، كان عمل مباراة تحفة، بس فيرمينو مشكلته ان هو لاعب مزاجي. تمام، طبعا انت بهدلت لعيبة ليفربول فيرمينو وصلاح، بسم الله ما شاء الله، صنت العيش والملح. بخصوص بقى ان انت عمال تقول ان صلاح مش افضل هداف وفيرمينو مش افضل مهاجم، هو صلاح لعبت جنبهم، تمام. انت عملت ايه بقى مع بايرن ميونخ اول ما رحت؟ مشفناش اي حاجة. بس سلام.